الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم سادة الحضور في دار الحسين الفكرية ونشاط الثقافي المستمر ببركة تواجدكم. كما يسرنا أن نتشرف مرة أخرى بعلم من أعلام العراق الأستاذ والباحث الدكتور صالح الشماع، الذي لمن كبير المذخرة ومن عزيز ما يؤثر له أن من طلبته الشيخ الراحل الدكتور أحمد الوائلي، كما كان من طلبته الذي درس على يديه السيد الشهيد محمد صادق الصدر. لا نريد أن نضيف كثيرا، والسيد محمد بحر العلوم أحسن. لا نريد أن نضيف كثيرا على مآثر الدكتور الشماع، بالتأكيد حضوره سيغنينا كثيرا بالمعرفة والعلم. إنه لشرف كبير لنا، كما نتشرف بحضور جميع من لبى الدعوة. ولا نريد أن نطيل عليكم لكي لا نأخذ من وقت المحاضرة التي ستكون بالتأكيد كما عودنا الدكتور صالح الشماع محاضرة غنية وساخنة في ذات الوقت، التي سيكون عنوانها نظام الحكم في الإسلام. ويسعدنا أن تكون المحاضرة بإدارة الدكتور خليل الزرقاني، فيتفضل مشكورا مع الدكتور صالح الشماع لبدء المحاضرة. أهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يضيف دار الحسين الفكرية العامرة إن شاء الله الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور صالح الشماع، أستاذ الأجيال وأستاذ الفلسفة والمشاكس دائما في جميع محاضراته في إطار حب العلم وإثبات الحقيقة. تعلمت من الأستاذ الدكتور صالح الشماع شيئا لن أنساه، وهو يعمل معي منذ أكثر من 10 سنوات في مركز أهل القرآن العربي، وفي كل يوم يأتي يذكر لي قصة من قصص القرآن الكريم. وحينما يذكر القرآن الكريم ويذكر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه دون وعي ينزل الدمع من عيناه، وهو يحب لله ولرسوله ولآل بيته، وهو دائما قوي بالحقائق التي يذكرها. اليوم محاضرة الأولى وقد أشار زميلي إلى ذلك، وهو أستاذ الأجيال وقام بالتدريس والإشراف في الجامعات العراقية، ولا زال يتجشم على السفر بالذهاب إلى محافظة المدينة الأشرف للتدريس. تذكر مرة أو أكثر من مرة يقول لي، وفي الأيام التي إن شاء الله لا تعود، الأيام التي حدثت فيها الطائفية، الشخص الذي يذهب إلى النجف ربما يتعرض إلى إشكاليات في الطريق، وهو في هذا السن الكريم يذهب وقد تعرض مرات عديدة إلى الكثير من الإشكاليات في الطريق، لكنه كان صامدا وصابرا في سبيل العلم، وهو يذهب من بغداد إلى النجف لكي يلقي محاضرات على طلبة. لا أريد أن أطيل، الأستاذ الدكتور ثروة علمية رائعة، أتمنى أن تكون محاضرته
مرجعة كما هو. يتفضل الأستاذ الدكتور صالح شمع في محاضرته وهي نظام الحكم في الإسلام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أملي أنه بعد المحاضرة أن يحصل شيء من النقاش، لأنه موضوع نظام الحكم حتما في صدر كل منكم استفهامات وإشكاليات، وأنا سأثير هذه الإشكاليات بالنسبة لنظام الحكم في الإسلام، وأرجو أن كل شخص منكم يضع استفهاماته في استفهام واحد حتى يصير مجال لعدد من الأشخاص في المناقشة، والفائدة المفروض أن تكون للجميع، لكم ولي في آن واحد. وقبل أن أبدأ المحاضرة اعتبروني خادم صغير لكم، اطلبوني متى ما تشاءون، بس بشرط أنه يكون عندي موضوع للمحاضرة، أعطوني مدة أفكر بالمحاضرة إلى آخره. يعني بالشهر مرة مثلا أو شيء، أنا حاضر يعني، وإذا دليت المكان زين بعد وقت داعي تعطوني تاكسي يعني. وكما قلت له التاكسي إلى هذا المحل واحد يأتي سعيا على الرأس لا مشي على القدم. بالنسبة للدمعة التي تنزل أضحككم شوية قبل ما يبدأ البكاء. قبل يومين هذا لا أقرأ في أحد الكتب حديث موثق من أحاديث الرسول المشهورة جدا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخشوع بالله، أن قطرات الدمع التي تنزل عند الخشوع بالله هو ما فيه، إذن هي نعمة من الله. أنا استطعت من بيت الحنجية مرة جبتها للمركز، قلت ترى إياك تمشي، قلت لها ليش هي بيدي وحتى اللي ضحكت دموعها تنزل أحيانا. فاعتبروا إذا خشعت وإذا نزلت دموعي اعتبروها نوع من الضحك. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الحكم في الإسلام بدون شك هو ليس موضوع محاضرة، هو في الحقيقة موضوع دكتوراه مثلا، موضوع كتاب ضخم، موضوع موسوعة علمية. نظام الحكم في الإسلام الآن أذكركم مرة أنا حوالي 38 سنة أروح وأجي لإنجلترا دراسة وسياحة، وصارت عندي مثل عادة. خلال 38 سنة تعرفت على شخص واحد شريف، والشريف الوحيد اللي أعتبره توفى الله يرحمه، ورجل طلع كتاب ضخم، أخذ دكتوراه وياي، هو نفس أكبر مني بالسن بقليل، والكتاب ماله اسمه الإسلام والغرب، كتاب مشهور مترجم للفرنسية، أعتقد مترجم للغات أخرى. ويذكرني باحترام كلش كبير في بداية الكتاب، سألني مرة من باب الاستفهام، كلش حقيقة من باب الاستفهام، قال لي اكو تشريع للحكم في الإسلام. أنا أدري به أولا هو رجل متدين كاثوليكي، طبعا انجلترا أكثر من البروتستانت، والبروتستانت مئات الأديان يسموها الأديان الإنجيلية، هو كاثوليكي وجماعة الكاثوليك يعني يمثلون المسيحية هم والأرثوذكس، بينما الأديان هذه مئات الأديان صاروا يسموها الأديان المسيحية. فهو في الحقيقة تقريبا عازم نفسه هو وزوجته متدينين بالكاثوليكية، وبالتالي يعني رجل علميا أيضا محايد هو. فلما سألني هالسؤال الدقيق كأنه يطلب مني جواب، أنا في الحقيقة ما جاوبته لأنه فعلا سؤاله كلش كبير. نظام الحكم في الإسلام على أي حال، أنا صار لي 4 أشهر ما أنام الليل إذا ما أسأل نفسي نفس السؤال وأحاول أجاوب عليه. أنا الآن أقدر أقول لكم باختصار نظام حكم في الإسلام نعم موجود في القرآن الكريم، موجود في التشريع الفقهي والقانوني، على أني أقرأ الكتب الفقهية كثيرة، بس قارئ عن القرآن الكريم تفاسير إلى آخره، الأحاديث النبوية شخصية الرسول دارسها يعني إلى حد ما. ففي التشريع نظريا أكو نظام حكم، والنظام حكم من
من الدرجة الأولى في التطبيق مع نفسه في الأعمار. يعني باختصار أقول لكم إياها، وأنا أريد أسئلتكم إذا صار لكم أسئلة كيف أنه التشريع أصبح تطبيق معه. في التشريع لما نقرأ القرآن سواء في الفترة المكية أو الفترة المدنية، في الفترة المكية تأتي كلمة الشورى في سورة الشورى، وهي واحدة من الحواميم السبعة اللي كان رسول الله يقول شيء يبدل الحوادث، شيء يبدل الحوادث. قبلها سورتان تبدأان بحميم وأربعة وراها وهي السابعة، وسميت بسورة الشورى، مع أنه لفظة الشورى ما تجي في القرآن إلا مرة واحدة بس في هذه السورة، لكنها مهمة. في مجموعة من الآيات في داخل السورة الكريمة، وهي سور عادة 6-7 صفحات هذه الحواميم، أي مجموعة من الأخلاقيات والأفكار العبادية. لأن الفترة المكية تختلف عن الفترة المدنية، أن الفترة المكية كلها وصف لله، وصف للآخرة، وبعض الأخلاقيات، وشيء قليل عن التشريع، الصوم والصلاة. التشريع الحقيقي يبدأ في المدينة، السور المدنية الطويلة والقصيرة. وطبعا الفترة المدنية صار فيها حكم، دخل الرسول عمل الصحيفة مع غير المسلمين، صحيفة يعني دستور المدينة مع اليهود والكفار والآخرين، وبالتالي الدولة حصلت في المدينة، وبالتالي كان هناك مجال للتشريع. في مكة لا، لسه أكثرهم كفار، والرسول يعني نزل من مكة بعد 13-12 سنة كاليتيم الطريد الخايف، يعني كان راح يقتلوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا في البقرة تأتي تتحدث عن فترة الرسول في مكة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، يعني إما يقتلوك أو يسجنوك أو يهجروك. أكثر من هذا، وطلع الرسول خايف. المهم، وهزم جماعة المسلمين إلى الحبشة مرتين. المهم يعني كان خايف من عدد المسلمين في مكة، ما كان عدة مئات كان. المهم، لكن في سورة الشورى، وسميت السورة مع أنه كلمة الشورى مرة واحدة تأتي في القرآن الكريم، وسميت السورة لأكملها. تأتي عدة آيات هي أخلاقية بعضها وتشريعية، لكن تأتي من السورة. تقول الآية الكريمة: يتكلم الله عن المؤمنين والذين يستجيبون لله واستجابوا لله يستجيبون لله ويقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وهكذا. إذن الحقيقة أيضا في المدينة أيضا مرة كلمة واحدة ترد من نفس الجذر في سورة آل عمران اللي يذكرها مثل خصوص أحد، واقعة أحد. أظن الآية 159 تقول، الآية 158 تقول: ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة، الله يخاطب نبينا محمد يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فكلمة الشورى تأتي مرة بشكل الشورى، ولأهميتها السورة كلها سميت باسمها. وشاورهم تأتي في المدينة باعتبار رسول الله ولي الأمر. المشاورة ماذا تعني؟ ما هي المشاورة؟ الآن لو واحد قال لكم المشاورة بمعنى ما يحصل الآن في البلدان اللي يسموها ديمقراطية، وهي في الحقيقة بلاد أكبر إرهاب على الإسلام هي البلدان الديمقراطية. العلم هذه مسألة جانبية، تصدقون بها ما تصدقون أنا أصدق فيها. على أي حال الديمقراطية كما تحصل في إيطاليا وغيرها يأخذون أصوات الناس الراشدين، وإذا صاروا فوق 50% يقبلون النتيجة.
الشورى شنو معناها؟ يعني هو تمام القرآن الكريم من زمن رسول الله إلى يوم القيامة أو تفاسير القرآن. سيد المفسرين طبعا كما يقول الإمام الصادق الأنبياء يعرفون حقائق القرآن. رسول الله هو سيد المفسرين. الإمام علي ماذا سمي؟ القرآن الناطق. القرآن الناطق. ابن عباس وكذا بعضهم يفسر القرآن حسب ظاهر الكلمات، بس القرآن مو بس تفسير ظاهر الكلمات، لأن القرآن يجي رسالة لجميع البشر ولآخر الزمان، ولهذا ستظل تفاسير القرآن الكريم إلى يوم القيامة بتفاسير. تفسير مثلا سواء السيستاني طلع تفسير الخوي، طلع تفسير محسن الحكيم، عنده عدة مجلدات في تفسير القرآن رائعة، وكل التفاسير ممتازة، لكنه واحد يكمل الآخر. أنا رأيي متواضع المذنب الفقير أمامكم خادم صديقكم جميعا. أنا عندي رأي أيضا في قضية القرآن ليش يحتاج تفاسير كثيرة؟ لأن القرآن لجميع البشر ولجميع يستجيب. شو معنى يستجيب؟ بمعنى تصير تأويلات القرآن الكريم في زمان غير الزمان الآخر، فالتأويلات الجديدة راح تنفع. يعني الخوي سيد الخوي لما يأتينا لو فرضنا بتفسير، حتما التفسير ماله يتعاون مع تفسير محسن الحكيم الله يرحمه. السيستاني لو فرضنا إجانا بتفسير آخر أظن عند البيان مرشدين، البيان مو مال لا البيان للسيد الخوي للخوي أحسن. اي المهم يعني اي واحد مفسر او انسان متواضع مثل ياتي برأي مثلا في جانب اخر، لان القرآن الكريم يقول منه ايات في الايه السابعه من ال عمران، منه ايات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات. ليش سميت الكتاب؟ لانها واضحه، ولو كان الفقهاء يتصارعون وبزمن القاعده يتقاتلون اصحاب الفقهاء، بس هي المفروض فيها المحكمات واضحه جدا. هي المحكمات عددها احد المستشرقين قال 256 ايه، واضحه جدا للذكر مثل حظ الانثيين، واضحه ما تحتاج الى تاويلات. مع هذا حتى فقهاء الشيعه او فقهاء الحنبليه او الخوارج حتى بالمحكمات يتصارعون. فكيف بالمتشابهات؟ ومنه ايات متشابهه، منه آيات المحكمات منهم أم الكتاب وأخرى متشابهات. المتشابهات هي اللي يحصل فيها أخذ وعطاء. إذا قلنا المحكمات هي حوالي 260 256 كما قال بعضهم. المتشابهات تعرفون ايش قد؟ أنا في رأيي تطلع بالآلاف، 1000 فوق المتشابهات. ولهذا السبب نجد الصراع بين العرفانيين الذين يؤولون القرآن وبين الآخرين من المفسرين بظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ يأخذ اللفظة الواحدة، وكما استعملت مثلا في زمان الرسول هذه الكلمة، أو كما استعملت في الجاهلية في الشعر والأدب والأمثال. فإذا هذا هو معنى الكلمة. لكن الكلمة الواحدة سواء في القرآن الكريم أو غير القرآن لما تصبح في السياق غير معناها القاموسي. الكلمة الواحدة كما استعملها امرؤ القيس وغيره مثلا، او اصحاب الامثال الى اخره، او يستعملها الخطباء في زمان الرسول. طبعا ما كانت القواميس، لكن الان اصبح عندنا قواميس كثيره. بعضها تحاول ان تذكر معنى الكلمه الواحده في موجب هذه الازمنه، زمن الرسول او قبل الرسول. طبعا اكو تطوير، يعني زمن الجاهليه، الشعر الجاهلي لما نقراه شعر عظيم جدا بدون شك، نجد استعمال الكلمات غير استعمال الكلمات بعد ذلك، وهكذا اكو تطوير. بس هو مو بس تطوير ان الكلمه من زمن لزمن تصير لها معنى ثاني ومعنى ثالث ومصطلحات جديده، وانما السياق نفسه ايضا ياخذ ويطلب معنى الكلمه. يعني الكلمه لما تستعمل استعمال مجازي في القران الكريم نسميه متشابهه. متشابهه شنو معناها متشابهه؟ يعني شبيهه بالحق، او تظهر للقارئ او الذي يتلوها انها شبيهه بالحق. هي في الحقيقه هي الله له قصد في ذلك. انا رايي المتواضع قلت لكم انه وجود المتشابهات في القران وسببها في كونها في كل زمان تعطي لكبار العقول لكبار المؤمنين والمخلصين بالاسلام ان يبذلوا جهدهم. هو المؤول مجتهد والفقيه مجتهد.
الفرق بينهم شنو الفرق بين الفقيه والمؤول؟ الفقيه يستعمل ظاهر الكلمات لأن الفقهاء المسلمين يتعاملون مع ظاهر الإسلام. يعني الفقيه مثل الفيزياوي والكيمياوي، شلون الفيزياوي والكيمياوي يربط بين العقل وبين الحواس ويتعامل مع ظاهر الوجود، كذلك الفقيه المسلم سني شيعي خارجي إلى آخره علوي يقول زمان العلويين في سوريا، مش ما يكون الفقيه يتعامل مع ظاهر العبادات. كمان الفقيه يؤمن بالنية، والنية مهمة، وعلى رأس أحاديث البخاري أول من جمع الأحاديث النبوية يقول فيها الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما، ومن أشهر الأحاديث النبوية الله هو الذي يمسك النية. الفقيه المسلم يؤمن بالنية، لا وضوء لا صلاة إذا ماكو نية، لا صوم إذا ماكو نية، لا حج إذا ماكو نية. بس الفقيه ما يتعامل مع النية لأنه يقول النية مرتبطة بالله. الفقيه يتعامل مع ظاهر العبادة، ظاهر التشريع، علاقة النصوص القرآن والحديث النبوي والسنة النبوية الشريفة، علاقتها بما يعمله المسلم في ظاهر الأمور. المؤول ماذا يعمل؟ العرفاني وغيره هو يستعمل عقله. العرفاني يؤمن بالفقه، يؤمن بالشريعة، يقول أنه الصوم والصلاة وغيرها هي باب الدخول إلى الإسلام الحقيقي. بس الإسلام أيضا كما قال الإمام علي فيه ظاهر وباطن، القرآن فيه ظاهر وباطن، وفيه حد ومطلع. أنا ما كنت عارف شنو حد ومطلع إذا طلع معانيه. اليوم لا أقرأ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فسر بياه كلهم، خليه يفسر كلها. الإمام علي قال أن القرآن فيه ظاهر، فيه باطن، فيه حد، فيه مطلع. الإمام الصادق يفسرها في تفسير منسوب له، وفي طبعا الإمام الصادق يعني مذهب الجعفري ينتسب إليه أكثر ما لدينا، وهو إمام أئمة السنة جميعا. يعني أئمة السنة كلهم لو تلاميذ الإمام الصادق لو تلاميذ ابن حنبل وغيره كلهم من تلاميذ الإمام الصادق، ويخدروه جدا ويذكروه باستمرار. تعجب أنت لما تروح تمشي وياه بالقاعدة يخلي الإمام الصادق على دكتور بس يكلم واحد من الجماعة، هذول الجماعة كانوا كلهم عالة على الإمام، كلهم من تلاميذ تعلموا منه ويجيبون باستمرار أقوال. فالإمام الصادق يقول هاي الأربعة مالت الإمام علي شوية عن القرآن، يقول هناك العامة، والعامة تفهم من القرآن الظاهر، كلمات ظاهرية حسب استعمالاتها في زمن الجاهلية أو في الأحاديث اليومية، وفيه باطن. والإمام الصادق يقول هذا الباطن لخاصة المؤمنين. في الزمان الصادق لسه قضية المتصوف والعرفانيين ما كانت هالقد واضحة، بس هو فيما بعد صار الخاصة يقصد بهم المتصوفة والعرفانيين. وقال هناك ما سماه الإمام علي الحد، الإمام الصادق يسميه الألطاف، وهناك ألطاف القرآن، وألطاف القرآن هي لخاصة الخاصة. الإمام الصادق عليه السلام يقول أنها للأولياء لأئمتنا وأمثالهم، يعني من يرتفع إلى خاصة الخاصة الزبدة هذول. وما سماه الإمام علي المطلع في فهم القرآن، الإمام الصادق يسميه حقائق القرآن، وحقائق القرآن هي للأنبياء. يعني النبي يتجاوز في علمه ما يعرفه الولي والأولياء والأئمة وغيرهم. فإذا أصبح نأتي الآن نجد أن متشابهات القرآن هي أكثر من ألف، هي نافعة تعطينا المال. طبعا هذا الكلام كله بسبب الشورى. إذا الشورى هذا شخصيا نفسها، الشورى معناها أخذ رأي الناس. لما أنتم تقولوا أمرهم شورى بينهم، أو في السورة المدنية على العمران يقول وشاورهم في الأمر، شاورهم من هم؟ المفعول به ما شاورهم منهم المسلمين. طبعا في زمن الراشدين المسلمين تم اختصارهم بالصحابة اللي اجتمعوا في جامع رسول الله إلى آخره، وأخذوا الراشدين الاسم المتميز في تاريخ الإسلام كله، يعني كأنه
كل من جاء بعد الراشدين عرفوا بنفسهم أنهم من أصحاب النار. تقول لا حد شيء ولهذا سموهم الراشدين. حتى أن عمر بن عبد العزيز صرنا نسمع فيه الراشد الخامس، أعتقد هاي أهل السينما سووها بالحديث، لأنه بن العباس كلهم كانوا ضد بني أمية جميعا، حتى الخير مالهم بني أمية فيهم خيرين. يعني من ممكن سامع معاوية الثاني؟ سامعين معاوية الثاني. زين معاوية الثاني يعتبرون من أشياخ العرفانيين، من أشياخ الزهاد، يستحق معاوية الثاني أن يصبح شيخ من شيوخ الزهاد. أنا أقول يا رب يلحقني مع معاوية الثاني في دارك الباقية. معاوية الثاني ولد عمره 13 سنة. أحكي لكم قصته؟ هو كثير أصلا. أحكي لكم قصته؟ يزيد أقول الله يغفر له، إذا الله راد يغفر له كيف رب العالمين. يزيد لما انقتل رأسه بلدع ورجله متشنبة بالحصان. الحصان غايب بالصحراء، صار وسطه وسطه. رب القرآن يقول لعذاب الآخرة أكبر. هذا عذاب الدنيا. لما يجوا يريدون يدفنوه ما قدروا يلقطون كل العظام. وقبره موجود الآن بالشام لعندنا. قبر معاوية معروف وقبر يزيد معروف. وسيد تقي الحكيم، أنا أحكي لكم النكتة أضحككم شوي. تقي الحكيم وهذه فيان راحوا المؤتمر السياسي بالمغرب. لما رجعوا عن طريق الشام يحكوا لي. أي قالوا لي رحنا للشام، الحكومة السورية طبعا صاروا سنة في الشام، شافوا هذول ناس بتصير عمايم سوق، خافوا منهم كذا، يا بيشتركوا نحن حاضرين كذا، نيموهم بالفنادق في اليوم. إيه قالوا احنا نريد نزور قبر معاوية ويزيد. طبعا ما يقولوا لهم لا. لما راحوا الى قبر معاوية يزيد يصير لك شاي راح اقول لها خاف عيب. شافوا القيمات بالقبرين من الساقطات. كلمة ساقطة ما يخالف، ما نقول هالكلمة، عيب. عيب. شافوا يعني أهل الشام يتبررون ويتشائمون من معاوية ويزيد على أنهم القبرين موجودين، لكنهم ينفر بهم الساقطات فقط. يعني الشيطان إلى يوم القيامة في ذيله. هو الإمام الحسين ليش أعطى نفسه؟ ليش؟ لأنه معاوية كان أول سافل، أول حقير، سموه صحابي. واحد قبل 6 أشهر جبت بعمان واحد أستاذ أنزل يقول رضي الله عنه، الله لو يطلع الشيطان من جهنم يخليه بالجنة الله كيف. معاوية بدأ أول واحد في الإسلام بدأ عملية التوريث. عملية التوريث هو مالك الملك، ملوك المسلمين. يعني النظام الإسلامي سيترك الراشدين، وما حصل في زمن الراشدين غالبية الصحابة كانوا موجودين، رضوا بالموضوع، سواء كان رضاهم ظاهري أو حقيقي الله العالم. جامع رسول الله النص كانوا منافقين. كبير المنافقين عبد الله بن أبي كان يصلي ويا رسول الله في الجامع ويتفق مع اليهود ومع قريش ضد الإسلام. فنحكي لكم هالنكتة عن عبد الله بن أبي، حتى ممكن تعرفوها لأن النكتة القديمة موضحة. إجا ابن عبد الله بن أبي أيضا بالصدفة اسمه عبد الله. منو ما كان يدري اسمه عبد الله؟ منو منكم ما كان يدري ابن عبد الله؟ المهم إجا عبد الله بن عبد الله يستأذن من رسول الله لقتل أبيه. رسول الله سوى نفسه ما يعرف السبب. قال لي ليش؟ قال لي يا رسول الله أخشى أن شاب من شباب الأنصار من شباب المدينة يقتل أبي فيذهب إلى الجنة، تأخذني الحمية الجاهلية فأقتل القاتل فيذهب إلى الجنة. شوفوا كلام رسول الله، ليش أنا يمكن أن أدخل اسم رسول الله؟ لأن قريت أشياء كثيرة عن حياة الرسول. رسول الله قال لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ليش هو هذا الشيطان الرجيم. القرآن الكريم مئات الآيات، مو بس مئات الآيات في المتشابهات،
نزلت مئات الآيات في المنافقين. أول 20 آية من سورة البقرة 4 آيات تتكلم عن المؤمنين، آيتين تتكلم عن المشركين، 13 آية تتكلم عن المنافقين، تعطيهم أنواع الأسماء المختلفة، المفسدين والمستهزئين والمخادعين لله والمنافقين وإلى آخره. زين. المهم اللطيفة لما مات عبد الله بن أبي ابن أخذة الحمية البنوية الغريزة وهي غريزة من رب العالمين، اجى للرسول يبكي مثل على يبكي قال له أرجوك تعطينا قميصا أكفن به. الرسول مو بس أعطاه قميصا ليكفن عبد الله بن أبي، راح يصلي عليه، مع أن القرآن قبل هذا قال لو صليت يا محمد، يعني لو استغفرت لهم 70 مرة للمنافقين لما غفر الله لهم. وبعد هذه العملية القرآن نزل على الرسول يقول له لا تصلي عليهم بعد الآن. بس الرسول بوقتها يعني إكراما للشاب وللحلم اللي كان يتصف به رسول الله. طبعا الحلم هي من صفات الله، لكن بعض الزهاد من أسلافنا بعض يقولون أن أسماء الله الحسنى موجودة في رسول الله. كان الله هو الأول والآخر، رسول الله هو أول نبي وآخر نبي إلى آخره. فإذا قال أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا صار صحابي فلا. المهم لما راح يصلي عليه أحد المسلمين قال من القرآن يقول لك لو استغفرت لهم 70 مرة، شوفوا رسول الله ايش قال مرة أخرى، يستاهل لما نقول له يستاهل. قال راح استغفر له فوق 70 واتركه لله ليحكم له أو عليه، ليحكم له أو عليه. هذا هو رسول الله، هذا سيد المرسلين. تعرفون جابر بن عبد الله الأنصاري من أكبر الأنصار، أكبر الصحابة وأطولهم عمرا وكذا. في حديث مشهور جدا لازم تعرفونه، لما سأل كيف كان الله قبل أن يخلق الخلق، سمع هذا ما خلقت سمعت شبنتي وأقول لك شبنتي وسمعت شبنتي ما يخالف نضحك شوي، لأنه حديث نبوي عن الدمعة لكل دمعة تتصل بالتوحيد. قلنا عن ايش في الرحمة؟ عن جابر سأل الرسول كيف كان الله قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان ولم يكن معه شيء، بعض يضيف تحته الهواء فوقه الهواء، طبعا في علم الكيمياء والفيزياء اليوم الهواء أيضا مادة، بس في ذاك الزمن كأنه الهواء هو لا شيء. المهم أراد الله أن يعبد، بعضهم يطور للحديث أراد أن يعبد ويعرف، بعضهم يطور أراد أن يعبد ويعرف ويحب، فخلق الإنسان الخلق لكي يعبد. هنا بيت القصيد لما سأل جابر الرسول ماذا كان أول ما خلق الخلق؟ قال له نور نبيك يا جابر، نور نبيك، يعني محمد هو أول الخلق، يعني أول الموجودات المادية والنباتات والحيوانات والبشر، وهو خاتم الأنبياء، وهو رحمة للعالمين، ودينه المهيمن على الدين كله وجميع الأديان. ربما اليوم نلقيت المحاضرة عن قضية الأديان كيف صورت وصيبت، والقرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أين؟ فإذا بوجه الله حصل ذلك. أرجع إلى قضية الشورى. فإذا القرآن الكريم لما قال الشورى، طبعا الشورى في زمن الراشدين غير ما صارت، هي الصحابة هم الأبطال والبقال. الأبطال والبقال كان ساكت، لما شاف كثير من الصحابة بايعوا هو بجاء أوتوماتيكيا يبايع. ثم الصحابة هم أكثرهم لما بايعوا أيضا بايعوا بعضهم ظاهرا، يعني الصحابة هل كان فيهم الظاهر اللي عنده أطماع في الدنيا واللي عنده ظاهر وباطن. المهم
يعني هي شورى كانت بين الصحابة، هي ليست بين عامة الناس، والنساء بالتأكيد ما تخدم بالموضوع لأن لسه المرأة ما كانت طالعة الظاهر. المهم بس عندنا اليوم في البلدان الديمقراطية لا، كل واحد بلغ 18 سنة فعل البلدان 21 سنة الرجال والنساء، على كل لما تصير 51% احنا نقبل الوضع. الشورى هذه من الناحية النظرية، ورسول الله كأمير كان رجل متواضع، عيش على التمر كما تقول عائشة رضي المؤمنين. كل اسبوعين ثلاثة احنا كنا نشعل النار، يشعلون النار للخبز حتى يغير طعم التمر، لأن تظل تعب التمر صفر ظهر البيت صفر ظهر أرخص شيء كان. فرسول الله كان يعيش عيش الفقراء، ملابسه ولبس الفقراء، ما كان عنده ملك هو بنفسه، مع أن الله أعطاه خمسه لله ولرسوله، كله كان يوزع ما كان يريد وجه الله فقط. فإذا أصبح الآن مسألة الشورى هي ما نسميه اليوم حسب التأويل الحديث، وهذا التأويل أتقدم به من نفسي، تقبلوا ما تقبلوا سووا عليه استفتاء ناخذ الأصوات. الشورى هي معناها التصويت، أمركم شورى وشاورهم في الأمر، شاورهم منهم شاور المسلمين كل واحد يبلغ ويسمى مسلم، بس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نبينا محمد يعتبر مسلم. قال أشهر حديث رسول في كل كتب التاريخ الإسلامي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم مني دمه وماله. الرسول كان يعرف نصف اللي يطلعون من هذه الحروب هم منافقين من أهل الدنيا، نصف اللي يصلون بها ما يقرب من المسلم هم منافقين، بس كان يسكت الرجال يخليها لله، اكو محاسب آخر. احنا عندنا ملكين هنا، بعضهم يقول ان الله يحاسب الملكين، اخاف حساباتهم يلقون بها، حساباتهم يلقون بها فالله يحاسبهم، فالله هو المحاسب الاكبر. اذا التشريع هو هذا، لكن من اللي خلط التشريع؟ الان شبه اجتماع مقاربه بين المسلمين انه الراشدين هذول صحابه الرسول كانوا بالمدينه وجامع رسول الله اللي كانوا مصلين المهم، فهي صارت مع انه ثلاثه من الراشدين تم قتلهم، لكن بعد الراشدين قلت لكم حتى عمر بن عبد العزيز هذا الرجل خير عمر، انا اعتبره من اهل الجنه، هذا رايي الشخصي، تقبلون ما تقبلون انتم احرار، لكنه البقيه منهم لا اقول واحد 524 سنه العباسيين بالحكم من 132 ل 656 يجيبوا لي شريف واحد منهم، اكو واحد شريف؟ الامويين بس قتلوا الامام الحسين وزيد بن علي بس، العباسيين قتلوا كل آل الرسول بس ما قتلوهم بالسيف، قتلوهم بالسيف، يعني الامويين كانوا ارجع منهم على الاقل بالسيف، يموت بالسيف يعني مو في يموت بالسيف، هذا عمل السيف ما يعملها الا المكارين. مع الاسف احنا انا كنت شاب وصغير مع الشباب، المنصور الرشيد كان مأمون الآن أنا أقول أنه جميع بني العباس عن بكرة يأتيهم، وحتى اللي تتجاوز تسمحوا لي لا حد يروح يفتن عليه، وحتى العباس الآخر لحظة ويا أبو سفيان لما دخل في الإسلام أولاده صاروا يقولون لا والله هو كان داخل بالسجن ليش؟ داخل بالسر ليش؟ السر كان مسألة فيها، هذا الحساب مع رسول مع الله مو مع رسول الله. لما صار ابو بكر او السقيفه ابو سفيان بن عباس جاء الامام علي تعال احنا نسويه حتى يسويهم في شيء بعدين. الامام علي شافه بالسر، هي المساله تصير بالسر، ومع الشخصين هذول ايضا عنده شك على ابو سفيان بالتاكيد، وحتى يكون عنده شك على العباس. على كل شيء العباس يسكت عنه، عم النبي كرام النبي ما نحكي. عبد الله بن عباس تعرفون المصيبه مالته؟ تعرفون انه كان سارق وحرامي، باقي الخزنه مال مصر تعرفوها؟ الامام علي لما اخذ الخزنه والهزم بها الى مكه حتما كان عنده اتفاقات مع معاويه في الموضوع. يبعث له في نهج البلاغه عبيد الله وليس عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ذاك كلب اخر، كان بالخزنه
عبيد الله هذا ابن سمية كان أمير، بس عبد الله بن عباس كان في الحزنة. باقي الحزنة في آخر أيام الإمام علي وراح مكة. الإمام علي في نهج البلاغة يقول والله يقول لو ظفرت بك ستعرف ماذا أعمل. الله المسلمين تأخذ عليها أساس. أكو عشائر المصر بينهم وأنتم حوالي، أنتم راح تحكمون، يعني راح يقتل الهزيمة الخارجية. المهم هذا يسموه حظر الأمة، حظر الأمة عليها أساس، عليها أساس حظر الأمة. المهم شفت إنسان بس لا تكذب على التقريب. وهذا كنت فوائد التقاليد. وهذا زمن التقاليد. هذا ذاك اليوم لا ذاك قبل سنة طلعت في إذاعة بلادي اللي شافي أسألوني قضايا المهنة والمهنة، بعدين سألوني بالسياسة. قلت له والله يا أبا علي السياسة هذا ورود من السياسة. بس بالعراق أعتقد أن عيد شريف واحد هو نور السعدي. نور السعدي له مكان يسكر ومكان ما يصلي ومكان ما يصلي، بس هذا لقد كان يحب الأمر. بعد نور السعيد دورة المالك المرة الفائتة كانت مشاهدة. إذا بعد نور السعيد ما أجانا واحد يحب الأمر. المهم زعلت على هيك. فإذا الشورى أنا حسب رأيي المتواضع هي حسب نصوص القرآن، وأنها لكل زمان كانت في ذلك الوقت مفهوما أنه اعتبار مخرج الصحابة وغيرهم الرؤوس يعني، وموضوع زمن احنا الآن صرنا نسميها استفتاء وكل البالغين إلى آخره. هي يعني هذه هي الشورى. لكنه ماذا حصل لما اجى معاويه؟ تعرفون ماذا حصل لما اجى معاويه؟ هذا الميمون راح للمدينه لياخذ البيعه لانه اصبح مالك الملك، مالك الملك هي من اسماء الله الحسنى. ملك حتى ملك هي غلط استعمال الانسان، ملك اسم من اسماء الله الحسنى. كيف البشر يسمي نفسه وكيف يسمي نفسه مالك الملك وكيف يورث ويورث ائمه ليزيد العن خلق الله ويقرأ الإسلام المسلم. المهم واحد من الصحابة، طبعا الصحابة منطوا شرب معاوية، واحد منهم كان جليل قال لي احتجاجنا على يزيد تريد هذا؟ قال له ليه هو يقرأ القرآن؟ هي بقراءة القرآن؟ أنا في رأيي كل الأعمال اللي يعملها يزيد 99% منها ذنب على معاوية طبعا. لأن يزيد كان أحمق، يحب اللهو، يحب المنسى، يحب الصيد، يحب النسوان، يحب الخمر إلى آخره. ما كان له علاقة. كل الترتيب اللي صار في زمانه 3 مصائب كبرى، سواء وقعت الحضرة أو ضرب الكعبة بالمنجلية ومقتل الإمام الحسين، أكبر مصيبة في العالم وليس في الإسلام فقط. أكبر مصيبة في العالم كانت لأنه معاوية اللي يورثها، يعني أصبح مالك الملك هو الملك الذي يورثه إلى أتعس خلق الله توافق نفسه، ما يقدر ينكسر منه، بس هم اللي جو بعده كانوا أحسن من عنده، أحسن من عنده. المستعصم آخر جماعة من العباس الأجداد لما جاءوا بطش من إجا هولاكو ودوا خبر هولاكو قالوا جوعان عشان شو تسوي؟ قال لهم ودوا لك صاحب جوائز، ودوا لك لأنه قاعد في الجنة وياكل جوائز. بعدين خلوه بالباقية وشوا الخير عليه. هذول هذه من اعمال معاويه، وكل الخراب اللي اصاب النظام الاسلامي بعد الاسلام معظمه يتحمله معاويه نفسه، مو يزيد. يزيد هذا اعتبره بريء من كثير من الاعمال، صارت الاسم بس هو ورثه. الجيش هو مو جيش يزيد، هو جيش معاويه، التنظيم هو تنظيم معاويه. زياد بن سميه ثم الملعون الاخر عبيد الله بن زياد، هم هذول كلهم رشاد معاويه هو اللي سماه المهدي باعتبار انه كانت من الرايات. احكي لكم نكته ما في سامعين تعرفون ابو سفيان شو اسمها؟ احد يعرف ابو سفيان؟ ما خليه ضمن سنتين. هذا اللي سمعها يسموها الحمامه. حمامه تعرفون شنو حمامه؟ يعني صاحبه الرايات لطيفه باليوم قال معاويه تعرف حمامه؟ الظاهر هو ما كان عارف. اي
معاوية حاول يلح على الشخص قول منه حمامة ما قال له. بعدين راح له من واحد آخر من دول العارفين قال له تعرف حمامة؟ قال له تعطينا الراي والأمان؟ قال له أعطيك الراي والأمان. قال له أم أبوك حمامة من أصحاب الرايات. والمرحوم علي الوردي الله يرحمه سامعين به نكتة ثالثة واحدة من الأخرى قال إن أبو سفيان نفسه كان مؤمن ولهذا هند كانت تدور رجال حمامة تدور رجال وهكذا. فهم هذول اللي جابوا لنا الأمويين والعفو أنا آسف يعني شوية كلامي شوية سف في مكانكم مقدس بس شوية ضحككم من أدائكم. وبالنسبة للدموع قلت لكم إنه الله حديث نبوي أنه مقابل كل دمعة تخسر في الجنة حتى لو بسبب دموعكم لم يكن في الأسلوب المقابل. فإذا في التطبيق يعني ألخص كلامي الآن وأترك المجال ربما للمناقشة بعد المناقشة أنه في التطبيق المسألة زفت نظام الحكم فشل. وأنا أعتقد أن القرآن الكريم قالها بكل وضوح في سورة الأنعام عندما نقرأ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أكابر المجرمين منهم ليس أي واحد منهم أكابر المجرمين الساسة والعسكريين وأذنابهم من الأغنياء والمتزلفين والمحاسين قرابته وأصحابه وابن عمته وجيرانه إلى آخره هم هذول. وبعض مشايخ القبائل ومشايخ القبائل هم في الحقيقة استمرار للعقل الجاهلي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من دعا إلى عصبية. العشائرية ليش موجودة عند الشيوخ العشائر إلى اليوم؟ يعني الآن تجون المدينة الكربلاوية وبغداد وصلت العشائرية خفت. لما تروحون قوية عشائرية جاهلية هي جاهلية. فإذا أكابر المجرمين هم ساسة المسلمين هذول. والله الذي أرسل الشيطان إلى الجنة ليخرج آدم الذي هو أحد الأنبياء أول الأنبياء ليخرج نبيا بعد أن الله قال له لا تأكل من هذه الشجرة لا تقترب منها. والله لحكمة في إدخال الشيطان ما نقدر نسأل رب العالمين. رب العالمين أعلى من أن نسأله أي شيء نؤمن به أولاد. إن آمنا يجب أن نقبل منه كل شيء. الصفات التي يذكرها الله في القرآن الكريم في سورة صفة أو اسم هي في الحقيقة أعلى من أن نتصور الرحمن أو المالك أو غير ذلك. هي أعلى بكثير من نتصور. فإذا الله عندما يدخل الشيطان ويجعله سبب للفتنة ويجعل أمثال المالك سبب للفتنة على كل الأمر المصر. أنا اختاريت المالك أنا حبيب جدا. أخذت بنتي زوجتي الأردنية أخذت بنتي وقلت لها قلت المالك بس مو لأنه أعتقد عنده إيجابيات من الناس. أعتقد سلبياته أقل من سلبياته. لهالسبب قلت يا رب هذا اللي يقدر عليه أسد المال. فالله ينصر إن شاء الله. الله ينصر الشيطان الصغير عن الشيطان الأكبر. لأن الشياطين أكبر وأكبر. هو الحقيقة الآن في العراق أمريكا وإسرائيل وأنا نحكيها صراحة أمريكا وإسرائيل في العراق وتحاول أمريكا تكون في كل مكان. لكن أمريكا لعنة الله عليها لعنة الله عليها. ولو كان أعز أهلهم في أمريكا أهلهم كانوا لا بس يلعنه الله. عندي كتاب بالفلسفة وبعد من بيتي وبعد بيتي ما الموت لأساتذة بالفلسفة لطلاب البكالوريوس في الولايات المتحدة. المؤلف أو المؤلفين لسه أتذكر عندهم فلسفة لطيفة في نهاية الكتاب. أخذوا آراء أكابر علماء أمريكا الولايات المتحدة في ذلك الوقت. ما رأيكم بمستقبل أمريكا؟ تصدقون العلماء ايش قالوا؟ قالوا شايف كيف الدراسة قالوا ان امريكا بتمشي على راسها. يعني امريكا من سنه ال50 بتمشي على راسها وستسقط على بلد على بلد شهيد او غير شهيد. بس ان شاء الله احياء ونشوف مثل ما الاتحاد السوفيتي سقط زمن غورباتشوف. امريكا قدام سقط تمشي على شياطين هوايه عمو شياطين هوايه. واحد مجنب الدين الله شياطين هوايه.
يمكن الان انا قلت لكم خادم لكم جميعا، يمكن واحد من هالمجموعه تروح الشيطان. على اترك المجال الان للمناقشه. احب اسمع عنه، اي واحد يشد فيها اكثر، اي واحد يحكي علي اكثر، اي واحد ما طرقت له. يعني والله ما طرقت له. بس خل شويه اكمل لك وبعدين. دكتور صالح، انت ذبيت جورك على الامويين وما رجعت من اسس الامويه. انت لو ترجع لعمر بن الخطاب الله يلعنه اللي هو المؤسس الاول، هو من دعم معاويه؟ من كان يدعون له كسر العرب؟ لا الصوت مو ابو بكر، لانه نفس اللي انطاها الرايه هو عمر، هو نفسه قال مبايعه عمر فتت وقال الله شرها. المؤسس الاساسي هو عمر بن الخطاب. زين هو اللي هو اللي اساس ظلم الجور الاول اللي غير اراده الله سبحانه وتعالى عن المسار لهذا اليوم. ما اعرف شنو اللي خلاك ما تتكلم عن النظام، وهو شورى بس يعرف الولايه. اللي خلاني اسمع النكته. نعم. راح احكي لك نكته وانت اخذ الجواب من النكته. واحده عجوز بمحلتنا راحت تفلفل واحد ساحر تسميه ساحر. لا شلون ساحر؟ هذا يجون من الامارات يكتب بالاوراق، هذا ساحر كلش كبير. هالعجوز سالت الساحر ماذا تقول في صالح الشماء؟ قال لها والله ايامه معدوده. فانا ايامي معدوده يا اخي، ولو كان هو موجود اسابيع 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 هو شهور، بس ايامي معدوده يا اخي. الراشدين خليها على واللي بقلبك بقلبي وبقلب كل مؤمن. لا مو دكتور، هي هالنقله هي الاساسيه، هي الاساسيه العاد. هي منين شلون تقلت؟ بس فهمني الشورى منين اجت؟ اخي الرسول منو كان يحب اكثر واحد في الدنيا؟ الزهراء بنت الزهراء. كان يقول لها يا ابنتي لا اغني عنك من الله شيئا. الامور بيد رب العالمين، لا بيد ابو بكر ولا عمر ولا غيره. يعني النظام بيد الله ولا مو بيد الله؟ النظام يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كل اللي يشاء. قبل ما تصير صالح الشماعه صار رب العالمين يقول ليش تضل من يشاء وتهدي من يشاء؟ خلينا نسمع منك. السؤال في السكات يا احسن. سؤال من الاخوه. صدام، احنا مو بزمن صدام هسه الحمد لله ديمقراطيه. ديمقراطيه امريكيه، ديمقراطيه امريكيه اسرائيليه. كان اسئله احد الاخوه جاهز. السؤال الاول، هل حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ان استفتى المسلمين امر مهم؟ الرسول في سورة العمران يقول وشاورهم في الامر. رسول الله قبل ما الله يقول له شاورهم هو كان رجل متواضع. كان احيانا الناس يدخلون عليه المجلس ما يعرفون يا رسول الله، لان يقعد وين ما صار. بالتدريج قالوا له اقعد شويه المكان هذا يبص الجماعه حتى تيجي من بطل المعيد ويتكلم ويعرف حتى رسول الله. رسول الله كان متواضع، كان فقير، كان ياتي لاكل الفقراء، ما كان يريد من الدنيا شيء. وقال انه مات مسموم اكثر من هذا. اليوم جاء الامام علي يشكو من الساجد، يقول الامام علي يحسبوك به. الرسول قال صبر عليه سامحك رسول الله. قال صبر الامام علي الا تقبل، الا ترضى ان تكون واحد من اربعه هم اول من يدخلون الجنه، يقصد به محمد وعلي والحسن والحسين، واثنين من اربعه ماتوا بالسلم واثنين ماتوا بالسلم. السؤال الثاني هو هذول امراء المسلمين، هذول هو سيد الانبياء يموت في السر لازم. هل من الممكن ان تقام دوله اسلاميه مع وجود المذاهب المختلفه والمدارس الفقهيه؟ خوش سؤال، هذا خوش سؤال، هذا يتصدر المستقبل. والحكي عن المستقبل صعب، بس يعني محاور اخماس واساس. يعني الان القرآن الكريم يقول ان هذه امتكم امة واحدة. في اخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا الان عندنا مخالب الحرب الصليبية 200 سنة استمرت.
اوروبا صار لها الغرب صار لها 200 سنه تحاول تاخذ اموال المسلمين، شباب المسلمين، اثار المسلمين، معادن المسلمين، اراضي المسلمين. المسلمين صاروا يسموهم الارهابيين، جت امريكا وقفت هذا المجلس بعد 200 سنه من الصليبيه و200 سنه من الحرب الاوروبيه على الاسلام، وهي صارت الممثله لكل هذا. فهي على اي حال يعني الان المساله الاساسيه عندنا هي ان ندافع عن القدس، ان ندافع عن فلسطين. فوق ال 60 سنه الفلسطينيين عايشين بالقيم. هذول مسلمين او مو مسلمين، اخواننا او مو اخواننا هذول. فالوحده الاسلاميه ضروريه، الشراره مالتها هي فلسطين. اسرائيل لازم انا صار لي مده اقول يا رب لا ما بطيق ولد وانشروا بنات وما عندي ولد. زين ما يخالف اعطيت بنات واعطيت ولد. زين اسرائيل هي اكبر شيء يقوم مضجع. يا رب تقوم تفتح لها فتزاور بالبحر تدفنها تخلص من عندهم. المهم طلع لهم حسن نصر الله وغيره. وعلى كل اسرائيل وامريكا هم في الحقيقه هم المسامير الشرسه هي في قلب المسلمين. فاحنا لازم نتحد ما يخالف. الوحده الاسلاميه ضروريه، يعني الى الان جانا 1000 معاويه وجانا 1000 يزيد، وما جانا مثل عمر بن عبد العزيز غيره، اجى غيره بعد عمر بن عبد العزيز اجى واحد غير ولا الى ان جبر ولايه الفقيه ولايه الفقيه الله يمكن الزخم واحد من هذا اصلا واحد. المهم ما يخالف. على اي حال اطيع الله ورسوله للامر الفقراء والسياسيين. السياسيين الله يكون جعلنا هكذا السياسيين. المهم فاذا الوحده الاسلاميه ضروريه احنا يعني كل شبابنا الان مثل المعلمين والمدرسين في الجامعات الوحده الاسلاميه ضروريه. ولهذا الكلام نرجع للسائل الاول، الكلام على قضيه السقيفه والراشدين وبعض ايش وخارج القضايا يعني هي في الحقيقه القاعده والوهابيين يكذبون عليها الحجم حتى يجون تفجير لا تفجير لا تفجير لا سابقا مو فجروا مستعدين بالقدس يفجروا والان اليهود يفجرون القدس يفجرون الامام الحسين يفجرون النجف يعملون اكثر من هذا. الوحده الاسلاميه لا باس بها. كل ما يسبب تمزيق المسلمين يحاول ان يبتعد عنه ما استطعنا يعني ما استطعنا. احيانا نقول مجال لنفسه يشكل عن المنصور والمشروع. حتى زمان من الشارع يسبب المنصور حتى يسبب ناحيه كثيره من الجرح من الاشهر يسموه المنصور وهذول واحد يعني عم المنصور الإمام الصادق هو مسؤول عن سوء. بقية الخلفاء العباسيين كلهم سموا بالعدل وسموا غير العدل. استعملوا أسلوب المنكر اللي هو على الأقل بالسيف قتلوا. الحسين وزيد قتلوهم بالسيف. على الأقل بها مرجع بدل كان مرجع. العفو دكتور. العفو بس فقط بالسيف. هناك علويين كانوا مسجونين في احد السجون بالمئات بالسيف ليس بالسيف فقط. ليس بالسيف الأئمة لا الأئمة العلويين بس الأئمة طبعا الأئمة أن يكون مع أكبر عالم فرنسي يقول أن الأئمة كلهم زمن العباسيين واحد بس. سلام. نعم. بعض الأسئلة تصلح للمحاضرات لا بسم الله الرحمن الرحيم. أعادنا الأستاذ إلى كلية الفقه قبل ربع قرن تذكرت في محاضرتي. دكتور حمد السين صغير وما شاء الله دكتور حسن السين. قلتم في بداية محاضرتكم يوجد نظام تشريع للحكم في الإسلام ولا يوجد تطبيق. يعني في التطبيق أسيء أقصد العزيز خوش هذه بس في التوريد. نعم المقصد دكتور. وقلتم في المدينة حكم والدولة حصلت في المدينة، حكومة الرسول كانت في المدينة. ألم تكن الحكومة الرسول هي ترجمة لنظام الحكم في الإسلام؟ هناك كان نفي بالمطلق. هاي وحدة طبعا. الله رفع مدينة محمد إلى مستواه تقريبا يعني.
من أطاع الرسول فقد أطاع الله. في الحديبية يقول أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم ليست يدك يا محمد. يعني الله اختار محمد من بين البشر جميعا ليجعله يعني الوزير ما يتنسى، الله يسمح له بالكلمة. يعني الله هو الذي وجعل محمد الوزير ونفعه إلى هذا المستوى، ولهذا نجد محمد يعني في تصرفاته. محمد قبل البعثة كان يسمى كما تقول ولو كان الفترة السابقة للبعثة المصادر الإسلامية تشهش جدا جدا، حتى القرآن ما يعطينا الفترة المكية ما يعطينا شيء عن حياة الرسول. الرسول تعرفون جيدا في المدينة في القرآن. المهم بس الرسول يعني الله خلقنا منه، يعني الله اختار ليكون نطفة لا مثيل لها. القرآن الكريم هذا قابل للترجمات باللغات المختلفة، عدد كبير من الترجمات. بالإنجليزي يمكن قارئ 20 ترجمة وكلها ترجمات ممتازة، بس أحسنهم ترجمة لواحد غير مسلم اسمه آربري يقول، وهو آربري معروف عنه أنه يعني 99% من المستشرقين من أهل جهنم وناس من الأنبياء والسفلة، بس يعني فيهم 1% ربع ال1% شريف وكذا. أنا أعتبر آربري وحوالي 100 كتاب علماء الإسلام في المحتوى يستفيد منه. آرثر آربري يقول القرآن من الكتب النادرة التي يمكن ترجمتها. يقول أن المسلمين حقهم أنهم يقولون أنه معجز لا يمكن ترجمته، يقول فعلا معجز، ولهذا سمى ترجمة القرآن تأويل، سماه interpretation of the Quran. وهو صادق فيما يقول، وفعلا القرآن